مرحبا، كيفكم يا حلوين؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم تحضرونا اليوم يا حلوين. الجو برا عواصف، الله وكيلكم. الهواء من اللي بحبوا قلبكم. طب ليه هيك يعني؟ طب ليه هيك بتفشلني؟ هلا وقفش الشجر. ليك تفشلت انا فجأة. يعني كان والله اقوى من هيك، يعني شايفين كان اقوى من هيك. يعني واضح انه في هوا، صح؟ انا مش كذابة والله. المهم، فبس يا حلوين حاليا هيك الجو اليوم. طيب، وانا وحده جاء عبالها اليوم تعمل، ما عنديش اكل، خلاص اكل امبارح شفتوه اكل بسيط وخلص. فانا وحده جاء عبالها تعمل دجاج بالفرن. تمام، رحت شو عملت يا جماعه الخير؟ بما انه الدجاج عندي بالفريزر، فقلت هلا بدي اطلعه ولا يدوب ولا يعمل ولا يساوي، لا والله. وصلت من السوبر ماركت على السريع على التليفون. فكان ناقصي كمان حليب، ف جاب لي عمو الموتور جو أمجة، أو مصطفى موتور جو أمجة، يعني عمو تبع الموتور تبع الدراجة. المهم، فجبت حليب خالي دسم إلي، وجبنا دجاجة. بس طلعت دجاجة كبيرة. هاي شو بدي خليها تستوي من 3 ساعات، ما بتستوي بالفرن يا جماعة. وانا كنت اعملها هيك في حالها يعني، بس انا بعدني مصر بدي اعملها في حالها، بس خلينا ننظفها كتير كويس. و ليه هيك صار فجأة؟ نضوي الضوء. هيك منيح. فبدها ننظفها كتير كويس، وبدي اخزقها صراحة واحط عليها شوية خل او زيت زيتون عشان بالتتبيلة، علشان تستوي بسرعة. بس بصراحة بدي احكيكم معلومة صغيرة، انه الاتراك دجاجهم، يعني مثلا عندنا بالاردن مثلا الدجاج الكبير ما بيستوي تمام. بس الدجاج بتركيا، ماما حتى يعني ماما لما اجت على هون على تركيا وجربت الدجاج اغلبه كبير هون، فلما اجت هون شافت هيك ولا صارت تقول لي الدجاج عندكم بسرعه بيستوي مع انه كبير. انا شو مش فاهمه شو يعني ليه. انا برضه مش فاهمه، فهمونا بالتعليقات. بس سلام عليكم. خلينا ننظف الدجاجه وارجع لكم بعد ما انظف الدجاجه. انا بنظفها عادي بالطريقه التقليديه، ملح طحين وزيت زيتون ومي وخل. هاي القصص يعني كلنا بنعرف. فعشان هيك ما راح اضيع وقتكم وانا اصور لكم بتنظيف دجاجه. اوكي، فبعد ما ننظفها برجع لكم. يا جماعه الخير، كنت بنظف الدجاج بامان الله، رنوا علي من المدرسه قالوا لي تعالي خدي مصطفى بيعيط، مصطفى تعبان، استفرغ. بس سلام استلمكم. رحت اركض اخذ مصطفى من المدرسه، اخذها بعد ايلة عند حماتي، وبعدين رحت على المدرسه اخذت مصطفى. اصلا بتعرفوا انه مصطفى مريض، ف تحسن على اساس، بس شكله مش متحسن، انه بقى نسيت انفه مسكر وهيك يعني. ف رحت جبته من المدرسه وغيرت له وكذا، وطمنت عليه يجوا بيفرج على التلفزيون، وايلة نيمتها. نرجع نكمل معاناتنا. تقريبا نظفتها، بس بدي احط عليها خل وهيك، اغسلها بخل وهيك وخلاص يعني. جردتها جد الله وكيلكم انها كبيره، جلدها هيك مصفر، فضلتنا اجلد فيها بالسكينه. حسيت جلدها شوي ترى، بس مش مشكله، احنا بكل حال ناكل جلد. بس انه عشان احس انه انا ارتاح نفسيا، رح احط عليها حاليا بس زيت وخل واغسلها. صبايا زي ما انتم شايفين عندي دجاجه اسم الله كبيره، يعني واضح تمام. نظفتها باكثر ما بقدر اني انظفها، زي حرات الجلد يعني زي ما انتم شايفين. حاولت اخليها اكثر شيء ابيض يعني تكون. بدي اضيف عليها حاليا، ابهرها واضيفها. ما راح صراحه اني استنى عليها، بس راح اخزقها واحط عليها بهارات، فخليكم معي. وهلا يا صبايا زي ما انتم شايفين بلشت اني اخزق بالدجاجه. انا اسفه على الصوت اللي ما عندي اياه. للأسف الشديد برضه شكلنا عادات معهم. حاليا الإنفلونزا في أمراض، يعني شوفوا تفرجوا على الفيديو عشان أشرح لكم وضعي بهاليومين. لأنه في يومين إلي فترة مش منزل فيديو. هذا الفيديو مطور له أكتر من 3 أيام أو أكتر من 4 أيام، مش عارفة أنزله صراحة ولا بأي شكل. مش عارفة شو مالي، خلص وقفت، خلص ما بعرف شو مالي. والولاد تعبانين، آيلا تعبانة كتير، يعني انعدت من أخوها وإنفلونزا وقعها وحالتها حالة. مصطفى الحمد لله شوي تحسن، أحسن من الأول بكتير. يعني شفتوا بالفيديو أنا رحت جبته من المدرسة وإجيت كان وضعه مأساوي صراحة، بس الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مصطفى كتير صار منيح. فيرمان إله أكتر من أسبوعين مريض ومش راضي يتحسن. مع الأسف الشديد. عم بحط هنا البهارات عشان ما أضيعكم. ملح، فلفل أحمر وزعتر. أوكي.
شو كمان غدير؟ شوية بابريكا وشوية كاري، هذا كاري. اوكي، وراح احط زيت زيتون. وشو كمان غدير عشان اتذكر، لانه انا الي اصلا اسبوع مصور هذا الفيديو، تخيلوا يعني، او اكثر من 4 ايام. هون كمان عندكم دبس رمان. المهم يا صبايا، فغدير وحطيت شوية كاتشب، صح، حطيت شوية، نسيت احط شوية ليمون صراحة، هذا اللي نسيت احطه بس. وبشرت كمان تومة، بس نسيت احط شوية ليمون للأمانة يعني، وحليب. حليب. انا بالعاده بحط لبن، ما بحط حليب، بس ما كان عندي لبن، واللبن اللي مروبته كان جديد مروب يعني، ما بقدر اني اقطع منه لساته جديد، ف ما حطيت شويه حليب بصراحه. فبس سلامكم. المهم يا حلوين، فهلا حاليا في مرض، مش مرض، سلسله امراض، هي انفلونزا وكورونا، وايش الثالث شو قالوا عنه، نزلة بردية أو إشي زي هيك. فهم الثلاثة ملزقين في بعض، يعني الواحد مش عم بيطلع من المرض، فاهمين كيف؟ فحاليا كل الناس بتشكي، حتى كتبت على الانستغرام مين عنده نفس الوضع، كل الناس حرارتها عالية، كل الناس أطفالهم مريضين. الجو يا جماعة بنتقل، قاعدين من موسم ندخل على موسم الشتاء، فالوضع طبيعي يعني. بس السنة كتير قوية صراحة يعني، فرق الأسبوع مش قادر يتحسن يعني. بس مصطفى الحمد لله تحسن يعني. آيلا لسه بأولها صراحة يعني، أولها حسيت إن هي مش رح تمرض، بس الحمد لله رب العالمين، فإيد ربنا رحمة، برضو عادت يعني طبيعي تنعدي. أما أنا جديد بلشت معي، قلت الحمد لله كلهم مرضوا إلا أنا، سبحان الخالق فيما أبدع، برضو مرضت. فبس سلام يسلمكم. عشان هيك مش قادرة أنزل فيديو إلي 3-4 أيام، مشغولة معهم من هاد لهاد ومن هاد لهاد، وبيت وطبيخ وكذا، فاهمين كيف، ومدرسة. فيعني وقدرت إني أنا أصور لكم صراحة يعني، أو أنا أقدر حتى إني أنزل الفيديو المصور يعني، تخيلوا. فالحمد لله رب العالمين. عم يعني في بالي فكرة إنه عشان أنا أصير ألتزم معكم أكتر، وعلشان إنه أقدر أنزل لكم فيديو بشكل مستمر أكتر، وما تزهقوا وما تملوا وانتوا بتستنوا الفيديوهات. شو رأيكم نخصص أيام للفيديوهات، يعني نخصص وقت من كل أسبوع أو من كل أسبوع أيام معينة لتنزيل الفيديوهات، وإنتوا هيك ما رح تملوا، أنا رح أقدر ألتزم، لأنه أنا هيك ملتزم بأيام معينة لازم أنزل فيها فيديو. فبفكر قاعدة أصير أنزل مثلا 3 أيام بالأسبوع بشكل رسمي. تمام مالنا. المهم نصير أنزل 3 أيام بالأسبوع بشكل رسمي، نحدد أيامهم أنا وياكم مع بعض. فقولوا لي بالتعليقات أي أيام بتناسبكم أكتر أيام، فقولوا لي بالتعليقات، مثلا أحد 3 خميس، أو قولوا لي مثلا آخر الأسبوع خميس جمعة سبت، أيام متفرقة، قولوا لي شو وضعكم يعني، فاهمين. وأنا على الأغلبية إن شاء الله رح أقرر إنه متى ينزل الفيديوهات، بس عشان هذا الحكي عشان أنا ألتزم معكم، وإنتوا ما تزهقوا إنه إنتوا تستنوا فيديوهات وإنتوا مش عارفين رح ينزل فيديو أو لا، اليوم في فيديو ولا ما في فيديو، ليش مش عم بتنزل، فاهمين. فعشان إنتوا تكونوا بالسليم وأنا أكون بالسليم، تمام. وما أقصر معكم، أنا حاسة كتير إني مقصرة بالقناة، فعشان هيك عم تنزل بالنازل القناة مش بتطالع. وحب أغير شوي من نظام الفيديوهات شوي، يعني مش غير لا، هي فيديوهات رح تضل، ما تخافوا، بس إنه هيك يعني شوي نعمل تعديلات جديدة. شو رأيكم يعني بالفكرة اللي حكيتها؟ وقولوا لي إنه أنتوا شو رأيكم. أنا مقتنعة إنه أنتوا رح تنبسطوا أو رح توافقوا معي، لأنه أحسن من إنه ما أنزلش من مرة. صبايا حاليا أنا عملت رز فرمائجة طبعا، وعملت شوربة شعرية عشان سيد مصطفى، وكان عندي تسخين معكرونة من امبارح، وعملت سلطة. عندكم مخلل هون، حطيت لمصطفى شوربة، بدنا نطلع الدجاج من الفرن خلص. عندكم يا صبايا الدجاج هيك طلعت من الفرن، خلصت اتحمرت زي ما انتم شايفين. صبايا كمان عزمت بتح معي على الغدا، لانه قلت الدجاج كتير كبير علينا، اسم الله وزنها 2 كيلو، ف يعني ما رح نقدر ناكل اكيد، فقلت خليني اكسب اجر فيهم كمان. بس سلام وخلينا نروح نتغدى او نتعشى وان شاء الله نكمل الفيديو معكم. مرحبا سيد مصطفى، مرحبا سيد مصطفى، مرحبا سيد مصطفى. مرحبا. ليش ما طلع المدرسة؟ ليش ما رحت على المدرسة اليوم؟ يا سلام الناس، ليش ما رحت على المدرسة اليوم؟
ماذا نقول يكتبه؟ هيك. ليش هيك؟ مريض انت؟ مريض. قول اني مريض. قول اني مريض. قول اني مريض. هيك انا مريض. انا مريض. انت مريض سلامتك. ما ودينا مصطفى على المدرسة اليوم. هاي مصطفى شو إلها علاقة في يعني بالموضوع، يعني مش فاهمة أنا ليش هون. نفسي أفهم. عادي مصطفى يا جماعة بحب العدة كتير فإجا رماها هون. فبس يا حلوين، حاليا أنا عاملة حمجهز للأكل السفرة بكير اليوم. أول ما يجي فرمة من الدوام يعني على السريع على السفرة، فاهمين؟ فرمة اليوم داوم من الساعة 3 الصبح، يعني 3 الصبح امبارح طلع على الشغل لتاني اليوم الساعة 5، تخيلوا. فيعني مدومينه اوفر تايم بس كتير وقصد يعني، فاهمين؟ هذا اوفر تايم الخاوة. فاهمينه؟ فحبيبي يعني كتير تعبان ونعسان، فبدنا نطعميه وننيمه. بعرف الاكل هو اكل خفيف مش كتير تقيل انه ينام بعديه، بس انه لازم يرتاح يعني. فالاشي اللي بحبه هاد بيكون معلب يا جماعة. اسمها شو اسمها؟ بقلة ايش زي هيك. لا مش بقلة، شو اسمها؟ بربونيا يا جماعة. بربونيا هي الفاصوليا الحمراء، تمام؟ بتكون جاهزة بمعلبات كتير بحبها فرمان. جنب الرز عندي رز من امبارح وعندي دجاج، بس فرمان ما بياكل دجاج كتير، تمام؟ غير اول يوم صراحة غصب عنه كمان. فتخيلوا تسخين مش رح ياكله. ف زي ما انتم شايفين بواقي الدجاجة قمت عنهم العظم زي ما انتم شايفين. هيهم ده الرز هذا بكفي فرمان طعمت مصطفى. انا ما باكل رز لاني عامله دايت انتوا عارفين. وعندي هون شوربة فيرمان المحبوبة والمفضلة. عملت له يا حبيبي عشان تعبان وتعبان بالشغل. اللي هي شوربة البطاطا والبصل والبرغل، كتير بحبها، والبندورة كتير بحبها. عملتها قبل هيك على القناة على كل حال. أنا هي عبارة عن بصلة وسط بنقطعها وبنفرمها مع عليها شوية زيت، وبطاطا حبة صغيرة أو صغيرة يعني بنقشرها ونقطعها مكعبات صغيرة، بندبلها مع البصلة، وبعدين بنضيف عليهم صلصة البندورة، وبعد هيك برضه بنحركهم مع بعض، وبنضيف إذا عندك شوربة مرقة دجاج أو مكعبات مرقة دجاج واحد أو إيش زي هيك يعني، أي منكه يعني، تمام. وبعدين بنضيف المي المغلية، بنحط عليها بهارات نعناع ناشف، فلفل أحمر أو بابريكا وبس، وكمون عشان البرغل، وشوية ملح. سلام السلام وبس. سلام عليكم. بنضيف عليها المي المغلية وزي هيك بتخليها تستوي ليستوي البرغل صح يعني على الآخر. لسه هيك بده كمان نتفه غلطة يعني يستوي كويس. وشوربة رائعة. تسنيم من هون أكيد رح يعني تقول لي هاي جاي تعملها وأنا مش موجودة. بتحبها كتير، بتموت على هاي الشوربة خصوصا مع لبن، تحط عليها لبن وتاكلها كتير زاكية. بس سلام عليكم. هذا الدجاج لكم من امبارح انا اتلبست فيه. والرز مع البربونية او مع الفاصوليا فين رح ياكله مع الشوربة. وسلام عليكم. نعمة كريم الحمد لله رب العالمين. و بس يا حلوين. وهلا يا حلوين زي ما انتم شايفين فيرما صحي من النوم، ومصطفى اصلا فوق عند حماتي وقايله بحضني بنطلع فوق عندهم. عملت هون يا جماعة خلطة اعشاب لفيرمان، طلعوا انا كنت تعبان بعدها. فكل شي فيه يا جماعة، ورق جوافة، زي زيفون اللي هو الإهلامور، قرنفل، قرفة، شو كمان غدير، زنجبيل طازج يعني. وبس سلام عليكم. رح احط له اياه مع معلقة عسل الليمون. خليته شوي ينقع وهلا رح اخده معي فوق. بس يا حلوين لهون بنكون وصلنا نهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناه اذا مش مشتركين وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد عم ننزله. يلا باي باي تصبحوا خير.